عسلامة. اهلا وسهلا بيكي، ازيك؟ عسلامة، عرفنا بروحك. دكتور عبد المنعم تركي من مصر. نتشرفوا من مصر. انا من مصر في القاهره، بعمل في مجال البنوك. وطبعا جيت تونس حضور مؤتمر في البدايه تبع اللاينز مؤتمر العرب، وقعدت بعدها اسبوع اجازه بقى سياحه. انا بحب تونس واحب اكون متواجد فيها طبعا دايما. وعلاه جيت لتونس؟ جيت قبل كده 3 مرات، دي رابع مره اجي تونس طبعا. مش أول مرة تجي. لا مش اول مره طبعا، تونس ليها معزه كبيره وخاصه عندي يعني في قلبي طبعا، لان شعبها جميل ومضياف وناسها قريبين من اهل مصر في الطباع والذوق والرقه والثقافه والرقي وكل حاجه. معناها أنت جيت زيارة تونس ولا خدمة؟ لا انا جيت الاول بدايه مؤتمر لمده 3 ايام او 4 ايام، وبعد كده اسبوع سياحه ان انا اقعد بقى تغيير جو، اتفقد المعالم الجميله. بس طبعا كان الاجواء والمطر والبرد والفيضانات كانت صعبه شويه على حظي، فما لحقتش استمتع. بس الحمد لله النهارده الشمس طالعه والجو جميل، ويا رب يفضل كده على طول. فلحقت اهو اخر يومين قبل ما اسافر ان انا استمتع واتشرف بمقابلتكم. جميله الصدفه الجميله دي طبعا. شكرا. وشو عجبك في تونس؟ تونس طبعا قبل كده انا رحت فيها اماكن كتير زي مدينه الحمامات والقيروان. درت في تونس. وقرطاج وين مشيت؟ وماني وسيدي بوسعيد والمدينه العتيقه القديمه. وطبعا في اماكن كتيره جميله في تونس، كلها جميله بصراحه. هاك تونسي أنت تو سي بون. خلاص بقيت كده 4 مرات في تونس تونس قريبه لقلبي فعلا، الناس قريبين لقلبي، فعشان كده ببقى حريص اي مناسبه او اي حاجه تبقى في تونس اكون متواجد فيها، امثل مصر من ناحيه، ومن ناحيه تانية ان انا بحب تونس واحب اكون موجود طبعا فيها يعني. شو الحاجات اللي تلقاهم في تونس وما تلقاهمش في بلاد أخرى؟ طبعا الجو، الألفة والمحبة والترحاب والبشاشة والكرم الضيافة والذوق في المعاملة والرقي وحب مصر، ان اهل تونس بيحبوا مصر ومصر بتحبهم برضو طبعا، بتبادلهم نفس الشعور واكتر كمان. ونتمنى برضو انكم تيجوا مصر طبعا تنوروا، خصوصا ان العلاقة بين مصر وتونس جميلة على مر السنين. حتى مجال الرياضة والفن في من تونس كتير جم مصر اشتهروا عن طريق الرياضة والفن. مجال الرياضه زي سيف الجزيري المهاجم التونسي في نادي الزمالك في مصر، لان انا بحب نادي الزمالك بشجعه. نبيل معلول. علي معلول قصدك؟ علي معلول. ده كان في النادي الاهلي هو وانيس بوجلبان. وكان في فرجاني سياسي برضه وحمزه المسلوسي وحمدي النقاص كانوا في الزمالك برضه في نادي الزمالك، فاشتهروا عن طريق مصر. وكان جمهور مصر رحب بيهم، جمهور الزمالك كان بيحبهم وبيعتبرهم انهم زي المصريين عندنا يعني، في القلب من جوه. والفن برضه في المجال يعني في الغنى، لطيفه طبعا التونسيه تاريخ كبير هناك في مصر. صبر الربيعي. والصبر الرباعي طبعا اغانيه برشا برشا يا مدلل سيدي منصور يا بابا وسلام عليك يا بابا. والمرحومه ذكرى طبعا الله يرحمها كمان كانت اغانيها جميله وكانت في مصر برضه. وفي التمثيل في دره زروق وهند صبري وظفر العابدين، في كتير في تونس طبعا بيروح مصر وبيبقوا مصريين. بلاد واحدة تونس ومصر. طبعا مصر وتونس حاجه واحده، قريبين من بعض، يعتبر كانه في بلد واحده. يعني انا هنا في تونس كاني في بلدي مش في مكان غريب. والتوانسه طبعا لو جم مصر كانهم في بلدهم، مش هيحسوا باي غربه، هيحسوا بالحب والترحاب من المصريين لتونس. طبعا ليها معزه كبيره عندنا. شو الماكلات اللي جربتها الأكل التونسي؟ شو أكثر؟ هو طبعا الاكل التونسي عموما قبل كده كان كله حلو جميل، بالذات الكسكسي التونسي كنت بحبه وكلته قبل كده. بس هي المره دي للاسف ظروف صحيه ان انا كنت تعبان قبل ما اجي تونس باسبوعين، كنت عامل جات لي جلطه في القلب. لطف عليك. وكان عندي انسداد في 3 شرايين في القلب، وعملت تركيب دعامات، قسطره وتركيب دعامات. بس رغم كده كنت حريص ان اكون موجود. بس الدكتور طبعا الطبيب منعني من كل المأكولات اللي بحبها حاليا على الاقل الفتره الاولى، كان بس مشويات وفواكه وخضروات. أبار الكسكسي شنو جربت إيه؟ الكسكسي جربته قبل كده طبعا. الكسكسي الايه؟ شنو آخر؟ الانواع حاجة تانية. في حاجه جميله كان زي في سيدي بوسعيد الحاجه حلوه اسمها البلبلوني. بمبلوني. دي جميله طعمها حلو، وحاجاتهم جميله. الحاجات الحلوه هنا اكلها جميل. وبيعملوا هنا سندوتشات فطاير التونه والشاورما الفراخ جميله قريبه من مصر، من اكل مصر، بيعملوها بدقه وجمال يعني. لبلاب يشبه للفول والطعمية. الفول والطعميه في مصر مشهورين طبعا. احنا عندنا لبلابي زاده بالحمص. عندكم اللبلابي هنا قريب منهم بالحمص. صح، دي اكله كل الفقراء والاغنياء كلهم بيحبوها. اعطيني كلمه للشعب التونسي والمصري، كلمه الختام. طبعا انا بقول للشعب التونسي ان انا بشكر كل الناس اللي قابلوني بترحاب وكانوا كويسين معايا في فتره وجودي في تونس. بشكرهم طبعا على حسن الاستقبال والضيافه. وبتمنى طبعا ان اشوفهم واشوفكم انتوا كمان وانت كمان مصر، تيجي تنورينا طبعا وتشرفينا في اي وقت. هتحسوا انكم في بلدكم. واسعار في مصر حنينه وجميله، مش غاليه، وفي اماكنها السياحيه جميله. لو جيت القاهره هتلاقي الاهرامات وابو الهول والبرج القاهره والمتحف المصري القديم والمتحف المصري الجديد
شرم الشيخ. والنيل وجولات النيل والمراكب، وشرم الشيخ في الشتاء، والغردقه وطابه ونويبع ودهب والاقصر واسوان. حتى طنطا ما احلاها. طنطا جميله، دي بلد عيلتي، عيله والدي. انا مقيم في القاهره وعايش مولود فيها، بس عيله والدي الله يرحمه من طنطا، ارضنا وبلدنا وعيلتنا في طنطا. فطنطا جميله ومشهوره بالحلويات كمان، حلويات المولد بتاعه المولد النبوي الشريف، احلى حلاوه مولد نبي في طنطا. تيجوا تشوفوا طنطا كمان والقاهره وكل البلاد المدن يعني في مصر، هتعجبكم طبعا. شكرا ليك. لا العفو، اتشرفت بيكي وبشكركم على المقابله الجميله دي، واتمنى لكم دايما النجاح والتوفيق.